اسبوع المولود والطقوس بتاع الفلاحين. اعذروني، انا فلاحة وبنت فلاح. يعني بصوا، كل حاجة عندنا من الدقة القديمة والحاجات الحلوة بتاعت زمان كده. وهتشوفوا بقى اجمل اسبوع للمولود على الطريقة القديمة، مش الحديثة بقى، الشموع والكلام ده انا لو سبت الصوت الاصلي للفيديو هتنبهروا. بس مرضتش اخليه علشان ما تنزعجوش بصراحة. بس هحط لكم لقطة صغيرة في آخر الفيديو ممكن تشوفوها. بس أسبوع المولود بقى ابن ابني أول حفيد ليا من الأولاد. أنا معايا أحفاد من البنات، ربنا يخلي وربنا يخلي أولادكم وأحفادكم يا رب، ويخلي أولادكم وتشوفوهم في أحسن المناصب وتشوفوهم في أحسن الأحوال وتجوزوهم وتفرحوا بيهم. اللهم آمين يا رب. عقبال ما تفرحوا فرحتنا يا رب، اللهم آمين. شوفوا بقى أنا بغربل الولد دلوقتي. دي العادات القديمة بتاعتنا. العادات القديمة بنحط الولد في الغربال أو البنت ونقعد نهز فيه كده ونخبط له بقى بالهون أي حاجة قدامك بقى بتخبطي بيها، بما إن مفيش هون الوقت زي بتاع زمان اللي هو النحاس انقرض الوقت. فالولاد بقوا جايبين الغطيان بقى بتاع الحلل وعمالين يخبطوا ويسكعوا. لما بصوا خلوا دماغي علشان البيبي يفوق. قال ايه علشان البيبي يفوق؟ يفوق ايه بس؟ ده انتوا بتعملوا له ازعاج، حرام عليكم. ده بيقول ارحموني. شوفوه شوفوه. وامه بقى تخطي من عليه كده. دي العادات بتاعتنا بقى زي ما قلت لكم، والتقاليد بتاعتنا بتاع زمان. والوقت بقى هي بتخطي من عليه، الاولى بسم الله والتانية بسم الله والتالتة بسم الله. افرحوا معايا يا ولاد، افرحوا وادعوا له ربنا يا رب يشفيه ويعافيه، وإن شاء الله يحفظه لأبوه وأمه. اللهم آمين. ويحفظ لكل أم وأب أولادهم يا رب. أنا حبيت أفرحكم معايا وأوريكم بقى الطقوس بتاعتنا الحلوة والفرحة الحلوة بتاعت السبوع والحلويات بقى والملبس والطوفي زي ما شفتوا في أول الفيديو كده. وعملنا الفشار وجهزنا بقى السبوع. وأمه بقى خايفة عليه قوي، لا لا ما تعمليش فيه كده. هم بقى من الناس الوقت المتحضرين المتعلمين، وخايفة عليه قوي تقول لا لا يا حبيبي يا ابني يا حبيبي يا ابني. قال يعني احنا بنعمل له ايه؟ ده احنا بنفوقه عشان نايم. هو لحد السبوع كده الطفل بيبقى كأنه لسه في بطن امه، فاحنا بنعمل له الحاجات دي عشان يفوق. خايفة عليه قوي، خايفة عليه قوي تقول لا لا محدش يعمل في ابني كده. واحنا بقى واقفين نضحك عليه. وخلصنا بقى رش الحبوب زي ما قلت لكم. العادات بتاعتنا بنرش بقى الحبوب كده في البيت كله، واحبيه هنا وامشي هنا، ونخبط له الهون ونقول له اسمع كلام امك وما تسمعش كلام ابوك، واسمع كلام ستك وما تسمعش كلام امك. وكلام من الحلو الجميل ده. يا ريتني اقدر انزل لكم الفيديو بالصوت، بس ايه علشان التخبيط والازعاج طبعا ما ينفعش ان انا انزله بالصوت بتاعه. ولكن انا جبت لكم لقطات بس كده. وفرحة الام وفرحة الاب بالمولود. ربنا يا رب يدي الكل محروم ويدي الكل محتاج يا رب، وما يحرمش حد ابدا من الضنا ومن الخلفة. اللهم امين يا رب العالمين. احنا فرحانين جدا. اول مولود ليا من ابني ما شاء الله. كل دول احفاد الولاد. شوفوا التخبيط بالغطيان. كسروا لي الغطيان، الولاد كسروا لي الغطيان النهارده. ده انا هخلي كل واحده تجيب لي طقم، كل واحده منهم تجيب لي طقم ان شاء الله كده. والسبوع بقى جه الفطره بتاع الولد ما شاء الله. ربنا يا رب يسعد كل ام وكل اب ويفرح البيوت كلها. اللهم امين يا رب. وكده بقى احنا بنوزع الفطره على الجيران والأطفال، وكل اللي عاوز حاجة بياخدها. الحمد لله. وفترة جميلة جدا. عقبال عندكم يا رب وتشوفوا الفرح في بيوتكم. اللهم آمين. أنا حبيت أفرحكم. وشوفوا بقى التخبيط يعني مش عارفة. أستودعكم الله.